بسم الله الرحمن الرحيم. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا غبت فتره كبيره، يعني مش كبيره قوي، عن الفيديوهات وعن اللايفات، خاصه بعد مرور الزمالك بازمات كبيره جدا. الواحد حس ان هو الكلام ما بيجيبش فايده، او الكلام ما فيش منه اي نتيجه خالص. وزي ما عودتكم من بداية ظهوري على الفيديوهات والمنصات السوشيال، اللي انا مش موجود عشان خاطر اللي انا اعمل ريتش، او اعمل لايكات، او اعمل فلوس من ورا الفيديوهات دي او حاجة. لا، انا كان كل وجودي وكل هدفي ان الزمالك يكون في احسن حال، واللي احنا نقدر نساعد الزمالك، كل واحد يقدر يساعد الزمالك على قد ما يقدر ومن المكان اللي هو فيه. لما لقينا ان الامور ما فيهاش اي خالص اي استجابه لاي كلام بنتكلم فيه، او اي احداث بنطلع نعلق عليها، او اي حاجه، الواحد الصراحه كان قرر ان هو ما يطلعش خالص الفتره اللي فاتت، بسبب كل الاحداث اللي بيمر بيها الزمالك. الى ان جه ماتش امبارح الزمالك والبنك الاهلي، والواحد قرر انه يطلع يتكلم ويقول كل اللي جواه، وهو هيبقى فيديو كبير شويه، بس معلش ارجوكم كلكم يعني تفتحوا صدوركم للفيديو ده، وتشوفوا الفيديو ده للاخر، وكلنا نتكلم فيه ونتناقش فيه، ونقدر نعمل اي حاجه لنادي الزمالك. طبعا كلنا عارفين ان نادي الزمالك امبارح اتعادل مع البنك الاهلي، وان نادي الزمالك لثالث ورابع، او رابع مره، او لخامس مره تجي له هدايا من النادي الاهلي، ان هو يقدر يوصل ويتصدر ويعمل منتوجه كويسه، ويبقى في مراكز كويسه. لكن الزمالك بيفقد او بيرفض الهديه دي، ويفضل مستمر في الازمات، ويفضل مستمر في المشاكل. اللي لفت نظري النهارده، اللي انا كنت النهارده قاعد بتكلم مع طفل جميل جدا جدا جدا، عنده 6 سنين، هو زملكاوي. الطفل ده لقيته النهارده بيتكلم معايا كلام، الكلام ده لو جون ادوارد وحسين لبيب والقائمين على نادي الزمالك والقائمين على الكوره في نادي الزمالك لو سمعوه هيتكسفوا من نفسهم. ان طفل عنده 6 سنين النهارده يتكلم معايا ويقول لي هو الزمالك كل ماتش بيتعادل، كل ماتش بيتعادل، مفيش اي حاجه غير التعادل للزمالك. وليه جمهور الزمالك على طول بقى بيمشي من الاستاد ده زعلان، وليه الجمهور بقى بيمشي من المطوشه زعلان على طول دايما. وقال ان دايما ان هو طالما الفريق، او طالما الزمالك بقى بيلعب وحش بالطريقه دي، ليه المدرب ما يلعبش بتشكيله حلوه؟ هو طبعا مش قادر يحفظ التشكيله كلها او حاجه، بس لقيته بيقول لي ليه ما يلعبش بتشكيله حلوه تخليه يكسب. وراح قال لي كلمه تانية اتفاجئت بيها جدا، قال لي الزمالك لو في ماتش الاهلي كان كسب الاهلي كان طلع الاول، وكان خلاص بقى الاول على طول وبتاع. طفل بيتكلم، لقيت ان طفل بيتكلم كلام، ان الكلام ده مش موجود عند جون ادوارد، مش موجود عند حسين لبيب، مش موجود على القائمين على نادي الزمالك، مش موجود على القائمين على الكوره جوه نادي الزمالك. طفل عنده 6 سنين بيتكلم بطريقه، ان بيقول لكم بطريقته الطفوليه ان المدرب ده ما ينفعش، ان الزمالك ما ينفعش يبقى في الحاله دي، ان الزمالك ما ينفعش يدار بالطريقه اللي انتوا بتديروا بيها دي. فالصراحه حبيت اوصل رساله لكل القائمين على نادي الزمالك، ان طفل عنده 6 سنين قادر يوصل للمشكله وحلها، وازاي قادر يتكلم على الزمالك ويعبر عن المشاكل اللي جوه الزمالك بطريقه سهله، بطريقه طفوليه. انتوا كمسؤولين على نادي كبير زي الزمالك مش قادرين توصلوا للكلام ده. حاجه تانية حابب اتكلم معاكم فيها، امبارح الجماهير كانت زعلانه جدا 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 بعد المباراه. الجماهير امبارح كانت مروحه من الاستاد وفيها غضب شديد جدا بعد المباراه، وحزن كبير جدا جدا على الزمالك، وعلى الاداء اللي فيه الزمالك، وعلى الرعونه اللي فيها لعيبه الزمالك، وعلى المدرب الزمالك. كان في زعل كبير جدا من حاجات كتيره قوي قوي قوي، حابب اشرحها لكم او حابب اقولها لكم في الفيديو ده واحده واحده. اول حاجه، امبارح جمهور الزمالك كان زعلان بشكل كبير جدا من لعيبه الزمالك، والرعونه الشديده اللي في لعيبه الزمالك، والاداء اللي بيلعبوا بيه، على الرغم من اللي احنا عارفين اللي كان فيه مشاكل ماليه وتم حلها، وانتوا لازم تلعبوا برعونه شديده، مش مهتمين بهتافات الجماهير او بمسانده الجماهير كلها ليكم، وبتلعبوا بالرعونه الشديده دي. امبارح جمهور الزمالك كان زعلان جدا 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 من عمر جابر،
يا عمر يا جابر، انت كابتن لنادي الزمالك ولابس شاره الكابتنه، ولازم تقدر الشاره اللي انت لابسها دي. امبارح في احد الحالات ناصر ماهر وقع جوه خط 18، وعمر جابر راح لغايه الحكم بيقول له هتحسبها ضربه جزاء ولا لا؟ راح الحكم قال له لا، راح عمر جابر سابه ومشي وجري بعيد خالص، وقف عند رايه التماس عند نادي الزمالك هناك وفضل واقف. هل هو دي شخصيه كابتن نادي الزمالك؟ دي شخصيه كابتن نادي الزمالك اللي شايف ان في حكم نازل وقاصد طول الماتش ان هو يضيع الوقت، وان هو يضيع عليك كور، وان هو يحسب عليك كور غريبه، ويدي انذارات لكل للفريق ده؟ هل دي شخصيه كابتن نادي الزمالك مع حكم بيعمل كل ده؟ فكان امبارح جماهير الزمالك كانت زعلانه جدا 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 من عمر جابر، لان لقيت ان عمر جابر ما يصلحش انه يكون كابتن لفريق نادي الزمالك. شاره الكابتنه كبيره عليك يا عمر، لو انت مش قادر تحس بمسؤولياتك تجاه اللعيبه، تصحيهم، تفوقهم، تجاه الحكام اللي بتظلمك في المباراه. فلازم يا عمر يا جابر تصحى لنفسك وتفوق، ولازم تركز ان انت كابتن نادي الزمالك وتأدي مهام الكابتنه بكل حذافيرها، مش اللي انت بتعمله ده خالص. امبارح جماهير نادي الزمالك كانت زعلانه من مجلس اداره الزمالك، اللي هي خلاص جماهير الزمالك ما بقتش تعتبر ان في مجلس اداره للزمالك جوه النادي. احنا الزمالك بقى بيدار بطريقه عشوائيه، ما فيش مجلس اداره، ما فيش جون ادوارد مصر يعاند مع الكل ومع الجماهير ومع الناس في مدرب فني لا يصلح ليه ان هو يدرب مدرسه كوره. جمهور الزمالك طبعا كان زعلان جدا 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 من مدرب زي ما قلت لكم مش يصلح ان هو يكون مدير مدرب لمدرسه الكوره. مدرب كل ما الزمالك يكون فايق، كل ما الزمالك يكون ضاغط، يعمل تشكيل يغربل الفرقه كلها، يخلي الفرقه تحصل لها تراجع شديد جدا جدا جدا. مش عارفين هل المدرب ليه بيعمل كل ده كل ماتش؟ يلاقي دونجا فايق يروح سحبه، عبد الله السعيد فايق يسحبه، ينزل ناس صعبه جدا جدا ما يصلحش انها تلعب جوه نادي الزمالك. سيف الجزيري اللي هو دايما بعيد عن المباريات، لازم سيف الجزيري دايما ياخد مباريات. سيف الجزيري بيفرق معاك جدا جدا حتى لو بيضيع فرص، بس بيفرق مع الزمالك جدا بسرعاته وتحركاته. فجمهور الزمالك امبارح كان زعلان جدا من كل اللي بيحصل. جمهور الزمالك حدث ولا حرج طبعا عن حكم المباراه امبارح، ان الزمالك بقى مستباح تحكيميا بشكل رهيب جدا. كل الحكام دلوقتي بقت بتنزل مش عامله حساب لنادي الزمالك ولا مجلس اداره الزمالك ولا جماهير الزمالك. احنا ما بنقولكش تعالى جامل الزمالك او جامل جماهير الزمالك او اي حاجه، احنا بنقول لك ادي الزمالك حقه. الزمالك دلوقتي بقى مستباح تحكيميا بشكل رهيب جدا 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 من كل الحكام. الزمالك النهارده عرفنا ان جماهير الزمالك النهارده اتغرمت ماتشين او ماتش واحد، واللي كان حاضر امبارح في المباراه مش هيحضر المباراه الجايه. طب دي الغرامه اللي حصلت على لعيبه على جمهور الزمالك، فين الغرامات او فين العقوبات اللي بتحصل على التحكيم السيء اللي بينزل يبوظ المباريات؟ يعني التحكيم ده مين اللي بيحاكمه؟ مين اللي بيقول له انت صح ولا غلط؟ ما تقوليش في لجنه تحكيم، لان ما فيش حاجه اسمها لجنه تحكيم، والتحكيم مصر يتدخل في المباريات ونتائج المباريات. ومفيش مجلس اداره بيتكلم على التحكيم او بيعبر عن غضبه من التحكيم. احنا قدام مجلس اداره عندنا مش موجود تماما. جمهور الزمالك زعلان جدا 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 من الاعلام اللي اول ما الزمالك ما ابتدى يخسر المباراه في الثانيه في الثالثه، الاعلام مستمر في ذبحه للزمالك، في الاخبار المفبركه كلها، في الاخبار كلها الكذب، في الناس اللي بيستضيفوها بيطلعوا يهزقوا الزمالك بالطرق بتاعتهم. امثال واحد زي اسامه حسني، سيد عبد الحفيظ، امثال الناس دي بيطلعوا يتكلموا على الزمالك دايما في كل برنامج ليهم، في كل لقاء لازم يدخلوا الزمالك عندهم في جمله مفيده، في جمله فيها سخريه، في جمله فيها تريقه يعني. فالزمالك بقى مصطلح اعلاميا بشكل كبير جدا. جمهور الزمالك زعلان جدا 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 من كل المنظومه. جمهور الزمالك ما بيقولش لاي حد جاملنا او تعالى للزمالك على حساب اي نادي خالص، بالعكس جمهور الزمالك دايما بيطالب اللي هو يتم تنفيذ العداله على كل الفرق بما فيهم الزمالك. لكن جمهور الزمالك دلوقتي اصبح ما حدش يقول لي ان دي المظلوميه اللي بيعيش فيها جمهور الزمالك، لا هو ده واقع جمهور الزمالك عايش فيه، من ارض بتتاخد من نادي الزمالك ومحدش عارف الارض دي هترجع امتى ولا ايه سبب انها اتاخدت من نادي الزمالك، من تحكيم بيستبيح نادي الزمالك، من اعلام بيستبيح نادي الزمالك، من مجلس اداره غير مهتم بنادي الزمالك تماما، من جون ادوارد مصر يعاند مع نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، من مدرب مصر يعمل كل ماتش عن التاني نفس الاخطاء يوقع فيها الزمالك فيها، من لعيبه مش حاسه بالمسؤوليه تجاه نادي الزمالك. شيكو بانزا امبارح بيحتفل بالهدف بتاعه والزمالك متعادل، ناصر ماهر بيحتفل ان هو راجل المباراه على الانستجرام وطلع وبيضحك. ففي لا مبالاه تماما في كل حاجه تخص نادي الزمالك.
جمهور الزمالك بقى متضايق جدا جدا جدا، جمهور الزمالك وصل لمرحله صعبه جدا لازم الكل ينتبه ليها. جمهور الزمالك هيبتدي يبعد عن المباريات، هيبتدي يبعد عن الزمالك، هيبتدي يبعد عن الساحه تماما، والفتره الجايه هتلاقوا الامور بقت صعبه جدا في الدوري المصري، والكل يبتدي يبعد عن الدوري المصري. ارجوكم انقذوا نادي الزمالك وخلوا نادي الزمالك دايما في اولوياتكم، ومش بنقول لكم جاملوا نادي الزمالك على حساب الانديه الاخرى، بل الزمالك وجمهوره عايزين تنفيذ العداله بس.